في الفيديو ده هنتعلم حاجة جديدة وهي السكيب سيكونس. تمام. طيب ايه هو السكيب سيكونس؟ ببساطة دي رموز بنستخدمها جوه الكود عشان نتحكم في شكل الكود اللي هيطلع للمستخدم، زي مثلا ان احنا ننزل سطر جديد او نعمل مسافة ما بين كلمة وكلمة. تمام. او نميز كلمة عن كلمة. يعني المختصر ان احنا بننظم شكل الكود اللي هيخرج للمستخدم. طيب تعال نشوف الكلام ده عملي عشان نفهم بيتطبق ازاي. اول حاجة عندنا الباك سلاش ان، بنستخدمها علشان ننزل سطر جديد. بتنزلنا بتنزل سطر جديد. تمام. طيب تعال نشوف استخدامها في الكود. مثلا انا عندي كلمه هلو وورلد ديت، انا عايز اخلي كلمه هلو في سطر وورلد في سطر، فهاجي ما بينهم اخد مسافه كده واعمل باك سلاش ان بالشكل ده ونجرب الكود نقول له رن يا سيدي. تمام. اهو خلى هلو في سطر وورلد في سطر تاني خالص. تمام. تمام. دي بنستخدمها في حاجات كتير، يعني مثلا زي مثلا ان انا بقول للمستخدم ادخل اسمك مثلا، انتر يور نيم. تمام. لو انا عايز المستخدم يكتب اسمه على طول جنب السطر، تمام، فاسيبها زي ما هي كده. طيب انا لو عايز المستخدم ينزل في سطر جديد علشان يكتب اسمه، فهاجي بعدها هنا على طول اقول له باك سلاش ان. تمام. ولو طبعا لو جربنا هينزل سطر جديد. عشان نكسب وقت، دي كده اتفهمت بتعمل ايه، نخش على اللي بعدها. تمام. تمام. طيب عندنا الحاجه الثانيه اللي هي الباك سلاش تي. ايه هي الباك سلاش تي؟ هي اختصار بزرار التاب، انت بتضغط تاب عشان ياخد لك 4 مسافات او 6 مسافات في السطر، هي اختصارها. تمام. بتعمل مسافه في السطر. طيب تعال نجربها. عايز اعمل ما بين كلمه نيم والكولوم مسافه 4 تابات، فانا بدل مثلا ما افضل اعمل كده 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 وبايدي واتعب نفسي، فانا ممكن اعمل باك سلاش تي بالشكل ده واريح نفسي. نجرب الكود. فكك من ده اللي احنا طبعناه في الاول، هو ده هنا اهوت. تمام. ساب لي هنا المسافات. تمام. تمام. كده دي كمان مفهومه. طيب نخش على اللي بعد كده. نفترض مثلا ان المستخدم دخل اسمه، تمام، وليكن كتب اسم احمد، فانا عايز اطبع له رساله فيها هلو يا احمد او هلو احمد. تمام. واكون مميز كلمه احمد ديت، يعني عايز مثلا احط ما بينها علامه كوتيشن مثلا، يعني مثلا عايز اميز كلمه احمد واحطها جوه دبل كوتيشن. فتعال نجرب نشوف هنعملها ازاي. طيب هنقول له مثلا هلو احمد. طيب. طيب لو جينا نعمل الدبل كوتيشن علشان نشوف هي هتظبط ولا لا، فهيطلع ايرور. طب انا عايز اعملها في الدبل كوتيشن، عايز احط حوالين الاسم دبل كوتيشن، اعمل ايه؟ نخش للسيكونس الثالث اللي هو باك سلاش دبل كوتيشن. طيب ده بنستخدمه ازاي؟ هنيجي مثلا قبل الاسم قبل كلمه احمد هنقول له باك سلاش دبل كوتيشن، وهنقول له برده باك سلاش دبل كوتيشن. مفيش ايرور طبعا ظهر، مفيش اي اخطاء. نيجي نجرب الكود. تمام. هيرن معانا من غير اي مشكله. هنقول لوحدها واحمد ما بين الدبل كوتيشن. تمام. برضو نفس النظام لو انا عايز اخليها سنجل كوتيشن. تمام. ونرن الكود ونجرب. هنا برضو اهوت طبع لي كلمه احمد ما بين سنجل كوتيشن. تمام. احنا كده في الفيديو ده عرفنا ازاي بنعمل سطر جديد في الكلام. تمام. وعرفنا ليه احنا بنستخدمه. تمام. بنستخدمه في حاجات كتيره، مش بس في ان انا عايز انزل سطر عشان اظبط شكل الكود، لا بنستخدمه قدام في حاجات كتيره وهتعرف ازاي. تمام. وبرضو عرفنا ازاي نعمل تابه من غير ما نفضل ناخد مسطره بايدينا. تمام. وبرضو عرفنا ازاي نميز كلمه عن باقي الكلام. تمام. بكده احنا خلصنا الفيديو النهارده. لو في حاجه انت مش فاهمها اكتب لي في الكومنت وانا هساعدك. ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تكمل معانا الرحله. وسلام، اشوفكم فيديو جديد.